احنا داخلين على اكبر واغرب نسخه من كاس العالم في التاريخ. بطوله هتتعمل لاول مره في 3 دول: امريكا، كندا، والمكسيك. وبدل ما تبص على عدد الفرق او الفلوس اللي اتصرفت، تعال نبص على حاجه اهم: الملاعب. لان اللي بيحصل هنا مش طبيعي. الملاعب اللي هتتلعب فيها الماتشات دي مش مجرد اماكن فيها مدرجات وشبكه جول، لا، دي تحف هندسيه، تكنولوجيه، وماليه. الملاعب دي بتقولك ان في دول بتحاول تقول احنا مش بس بنعرف نلعب كوره، احنا بنعرف نغير شكل اللعبه كله. تخيل نفسك داخل ملعب سقفه بيفتح زي عدسه الكاميرا، وجنبك شاشه اكبر من عماره، وتحتك نجيله مزروعه بتكنولوجيا الجي بي اس. الملاعب دي معموله علشان تبهر، تبين قوه، وتخلق تجربه عمرك ما هتنساها. في الفيديو ده هناخدك جوله داخل اكتر الملاعب غرابه وفخامه في كاس العالم 2026. هنحكي لك عن التصميمات، التكنولوجيا، الفلوس، والهوس اللي ورا كل ملعب. لو انت من الناس اللي بتحب الكوره او من الناس اللي بتنبهر من اي حاجه خارجه عن المألوف، الفيديو ده ليك، لان اللي هتشوفه هيغير مفهومك عن الملعب للابد. ركز معايا علشان اللي جاي مفاجآت وحقائق يمكن اول مره تعرفها. تعال نحكي الحكايه من الاول واحده واحده. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الاول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل الجرس علشان الحلقات الجايه هتكون اقوى. نبدأ من التحفة المعمارية اللي اسمها ملعب صوفي في كاليفورنيا. ده ملعب شكله كأنه طيارة فضاء نزلت وسط المدينة، معمول بتصميم فني فخم جدا. مش شكل بس، ده تكنولوجيا كمان. السقف بتاعه شفاف، بيتغير مع الجو، وبيعدي ضوء الشمس بطريقة محسوبة. حواليه شريط ليد ضخم بيعرض صورة ومشاهد تفاعلية بتلف حوالين الجمهور كله. الساعة بتاعته أكتر من 70,000، وممكن تتوسع ل100,000 لو حبوا. الملعب اتعدل مخصوص علشان يرضي طلبات الفيفا، لأنه أصلاً كان معمول للأمريكان فوتبول. اللي ما يعرفوش ناس كتير إن تكلفة الملعب ده كانت خرافية، وصلت تقريباً ل5 مليار دولار، وده رقم يخليه من أغلى الملاعب في التاريخ. كمان الملعب مبني على مساحة ضخمة بتضم مولات ومحلات ومطاعم، كأنك داخل مدينة صغيرة مش بس ملعب. وده جزء من استراتيجية أمريكا في إنها تحول كل ماتش لتجربة متكاملة، من أول ما تدخل البوابة لحد ما تخرج. وعشان كده صوفيا مش مجرد مكان هيتلعب فيه كورة، ده رمز للجيل الجديد من الملاعب اللي بتدمج بين الفن والتكنولوجيا والراحة. نروح على أتلانتا لملعب اسمه مرسيدس بنز ستاديوم، والاسم ده مش بيضحك، ده حرفيا تحفة هندسية. السقف بتاعه بين ويل روف، وده بيفتح ويقفل زي عدسة كاميرا عملاقة. في وسط السقف في شاشة ليد دائرية اسمها هالو بورد، بتلف حوالين الاستاد كله 360 درجة. الساعة حوالي 71,000 متفرج، لكن مع الشكل الفضائي بتاعه تحس انك جوه سفينه من افلام الخيال العلمي. الملعب ده مش بس معمول علشان يبهر الناس، ده كمان واحد من اكتر الملاعب الصديقه للبيئه في العالم. ده غير ان التصميم بتاعه معمول علشان يوفر في التكييف والتهويه الطبيعيه، كانك داخل آلة ضخمه بتشتغل لوحدها، وكل حاجه فيها محسوبه. وده بيعكس فكره جديده في بناء الملاعب: الجمال مع الاستدامه. كمان هو ملعب بيستضيف مش بس كوره، لكن حفلات ومناسبات ضخمه، يعني كل تفصيله فيه معموله علشان تخدم تجربه متنوعه. وده بيخلي الملاعب دي مش بس اماكن رياضيه، دي كمان أدوات دبلوماسية وسياحية بتعرض فيها الدولة عضلاتها. تعال نروح نيو جيرسي عند ملعب ميت لايف ستاديوم، استاد ميت لايف اللي هيستضيف نهائي كأس العالم. السعة 82,500 متفرج، ده أكبر ملعب في نيويورك الكبرى، والموقع بتاعه لوحده كفيل يخليك تقول واو. بس الغريب إنهم غيروا الأرضية بالكامل علشان يحطوا نجيلة طبيعية بدل الصناعي، لأن الفيفا مش بتهزر في الحتة دي. النجيلة دي مش أي نجيلة، دي معمولة بعناية واتزرعت مخصوص علشان تبقى مثالية لليوم النهائي. الملعب ده كمان مشهور بإنه بيستضيف مباريات كتير للNFL، وده خلى الفيفا تفرض شروط قاسية جدا علشان يتناسب مع معايير كرة القدم العالمية. تم تركيب نظام تصريف مائي متطور جدا علشان المطر ما يأثرش على جودة اللعب. كمان تم استخدام تكنولوجيا اسمها GPS جايدمنت علشان يضمنوا إن كل متر في الأرضية متساوي بدقة المليمتر. كل ده بيحصل عشان اللحظة اللي الكرة فيها تدخل الجون تبقى لحظة ما تتنسيش. واللي أغرب من كده إن الملعب هيتم تزويده بكاميرات بزاوية 360 درجة علشان تتيح إعادة اللقطة من أي زاوية، وده يخلي النهائي تجربة سينمائية حقيقية. أهلا بيك في تكساس، وأهلا بيك في جنون الحجم. AT&T ستاديوم مش ملعب، ده عرض عضلات. الساعة 94,000 متفرج، أكبر ملعب في البطولة. جوه الملعب في واحدة من أكبر شاشات HD في العالم. الشاشة دي لوحدها أطول من عمارة، سقف بيفتح بالكامل،
وتكييف بيغطي الملعب كله. الملعب ده مصمم علشان يبهر من أول خطوة. الإضاءة فيه معمولة بنظام ذكي بتتغير حسب الحدث اللي شغال، سواء ماتش كورة أو حفل موسيقي. كمان في شبكة واي فاي تعتبر من الأسرع في أي ملعب رياضي في العالم. تقدر تتابع إحصائيات اللعيبة لحظة بلحظة من على موبايلك. وبسبب الحجم الضخم والتكنولوجيا المتقدمة، الفيفا قررت تحط فيه أكتر عدد من المباريات، 9 ماتشات كاملة. وبما إن جماهير تكساس معروفة بحماسها، فالمكان ده متوقع يكون من أكتر الملاعب اللي هيحصل فيها لحظات درامية، سواء فرحة هستيرية أو دموع انهيار. نطلع على المكسيك ونروح لملعب عنده تاريخ تقيل جدا، استاد أزيتيكا. ده الملعب الوحيد في التاريخ اللي استضاف نهائيين لكأس العالم 1970 و1986. مارادونا، بيليه، أساطير لعبت هنا. السعة 87,500 متفرج. حاليا بيتم تجديده وتحديثه علشان يبقى جاهز يفتح البطولة في 2026. الملعب ده بيحمل في جدرانه أروح الكورة. هو مش بس ملعب، ده معبد للعبة الجميلة. التجديدات اللي بتتعمل عليه مش بتغير روحه، لكن بتحافظ عليها وبتخليه يواكب العصر. بيتم تطوير أنظمة الصوت والإضاءة بالكامل، وكمان توسيع مناطق الإعلام والجماهير. لكن اللي ما اتغيرش هو الإحساس اللي بتحسه أول ما تخش وتبص حواليك، كأنك دخلت متحف حي. ولما الماتش الافتتاحي يتلعب هنا، الناس كلها تفتكر لحظة إيد مارادونا الشهيرة أو جول بيليه اللي لسه بيدرس. ده مكان التاريخ بيعيد نفسه فيه، بس بتكنولوجيا جديدة وعيون جديدة. في سياتل في ملعب اسمه لومن فيلد، والناس هناك معروفين بحاجة واحدة: الصوت. الملعب بيشيل حوالي 69,000، بس بيحسسك إنهم 200,000. مشهور بصوت الجماهير العالي جدا، لدرجة إن التشجيع هناك بيتقاس بالديسيبل. بيتم تحويل الأرضية من صناعي لطبيعي مخصوص علشان البطولة. الملعب ده واخد لقب أعلى صوت جمهور في العالم. في مسابقات سابقة وصلت فيه الديسيبل لدرجة تقارن بأصوات محركات الطائرات، وده مش من فراغ. التصميم المعماري نفسه معمول علشان يعكس الصوت ويوصله لكل أركان الملعب، وده بيخلي أي فريق بيلعب هناك بيحس كأنه محاصر بهتافات بتقصف طبلة ودنه. ومع كده الفيفا طلبت تعديلات، لأن الأرضية الصناعية كانت هتبقى أخطر على اللاعبين، وعشان كده هيتم تركيب نجيلة طبيعية بالكامل. لما تدمج صوت الجمهور المجنون ده مع ماتش مهم في دور المجموعات أو دور ال16، يبقى أنت قدام وصفة للجنون الكروي الحقيقي. في قلب وادي السيليكون في كاليفورنيا في ملعب اسمه ليفاي ستاديوم. ملعب ليفاي معمول بطريقة صديقة للبيئة، في خلايا شمسية بتغذي جزء كبير من استهلاك الطاقة. كل حاجة فيه متوصلة بأنظمة ذكية، من التذاكر للواي فاي. السعة حوالي 68,500. الملعب ده مثال حقيقي على ازاي التكنولوجيا تقدر تشتغل لصالح البيئة من غير ما تأثر على تجربة الجمهور. أنظمة إدارة الطاقة فيه بتتعامل مع الاستهلاك بشكل لحظي، ولو حصل ضغط كبير على الشبكة بيتم التحويل تلقائيا لمصادر بديلة. كمان في شاشات عرض بتوضح للجمهور كل التحديثات البيئية أثناء الماتش. ده غير إن في مساحات خضراء حوالين الاستاد بتستخدم مية معاد تدويرها في الري. يعني وانت بتتفرج على كورة انت كمان بتساهم في تقليل البصمة الكربونية. التجربة هنا مش بس ممتعة، لكنها كمان مسؤولية، وده بيخلي ليفاي ستاديوم مش بس ملعب كورة، لكن كمان رسالة لكل العالم عن التطور اللي ممكن يمشي جنب الضمير البيئي. في الآخر دي مش بس ملاعب، دي مسارح عملاقة للدراما والحماس والجنون، من تكنولوجيا بتخليك تحس انك في سنة 3026 لهتاف جمهور ممكن يخلي قلبك يقف من الرعب. كأس العالم 2026 مش بس هيكون الأكبر، لا، ده هيكون الأعظم من حيث التجربة. وسؤالي ليك، لو هتسافر تحضر ماتش واحد بس في ملعب واحد من دول، هتختار أنهي واحد؟ سيب لي رأيك في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك دوس لايك واشترك وفعل الجرس، علشان عندنا فيديوهات تانية هتفجر دماغك قريب. بس كده، وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا انك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصل لك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.